السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والمصري في الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية دور المجموعات. المباراة إن شاء الله النهاردة بتوقيت القاهرة الساعة 9. هنا مكتوب بس 11 عشان ده بتوقيت أي حد قاعد في عمان أو في الإمارات، في فرق ساعتين بيننا وبين القاهرة بين مصر. لكن المباراة بتوقيت القاهرة إن شاء الله الساعة 9 على ملعب استاد السويس الجديد. زي ما نزل كده المعلق المصري محمد فوزي، بيكون هو المعلق النهارده ان شاء الله على الماتش. المعلق ده زملكاوي وراجل زملكاوي جدا وجميل، الزملكاويه كلهم بيحبوه. الماتش النهارده الساعة 9 بتوقيت القاهرة على بين سبورت 2، تعليق كابتن محمد فوزي. مباراة مهمة جدا 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 لنادي الزمالك. قبل ما نخش في تفاصيل اكتر، ده ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية. المصري الاول بعد طبعا انتهاء 3 جولات اللي هي مرحلة الذهاب، بتبدأ النهاردة مرحلة العودة والثلاث الجولات التانية، الجولة الرابعة والخامسة والسادسة. الجولة الرابعة النهاردة المصري هيلاعب الزمالك وكايزر تشيفز هيلاعب زيسكو الساعة 5، والزمالك ومصري مع بعض الساعة 9. ترتيب المجموعة المصري الأول 7 والزمالك 5، وبعدين كايزر تشيفز 4 وزيسكو يونايتد 0 من النقاط. مباراة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن الزمالك النهاردة مطالب إنه لا بديل عن الفوز. ليه لا بديل عن الفوز؟ لأن بكل بساطة جدا إن كايزر تشيفز فاز الماتش اللي فات، وكايزر تشيفز النهارده هيلاعب زيسكو مرة تانية، بس المرة دي كمان في جنوب أفريقيا، في الماتش ممكن يبقى أسهل كمان لكايزر تشيفز. كايزر تشيفز أقوى بكتير من زيسكو. كايزر تشيفز لو قدر إن هو يفوز النهارده، وده اللي هيحصل بنسبة 95% أو 99%، كايزر تشيفز هيبقى معاه 7 نقط. فتخيل كده معايا عزيزي الزملكاوي ان الزمالك النهارده لو خسر او اتعادل لا قدر الله، فهيبقى معاه يا اما 6 نقط لو اتعادلنا، او هنفضل على 5 نقط. وفي الحالتين لو اتعادلت او خسرت لا قدر الله وكايزر تشيفز فاز على زيسكو، في الحاله دي كايزر تشيفز هيبقى هو المركز الثاني بعد المصري. تخيل مثلا لو لا قدر الله خسرت المصري، ما هو انت لازم يعني حد يقول لي مثلا يا عم انت بتفاول ليه؟ لا، ما هو احنا لازم نبقى عارفين كل الاحتمالات. لازم تبقى عارف ان الماتش ده قد ايه هو ماتش فعلا مهم، ولازم تكسب. انت تعادلت الماتش اللي فات وضيعت فرصه، انت لازم النهارده تكسب. تمام؟ ما ينفعش نلعب النهارده غير على الفوز، النهارده ما ينفعش تلعب على التعادل حتى. تمام. المصري لو كسب لا قدر الله يعني هيبقى معاه 10، كايزر تشيفز لو كسب هيبقى معاه 7، فالترتيب هيبقى 10. المصري هيبقى تقريبا بنسبه كبيره ضامن خلاص الصعود، وهيبقى المنافسه ما بينك وبين كايزر تشيفز. كايزر تشيفز هيبقى 7 وانت 5. وبعدين انت الماتش جاي على فكره رايح زيسكو في زامبيا. زيسكو هو يعتبر حصلت المجموعه، لكن انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل هناك. خلاص بقى ممكن يبقوا ساعتها بقى بيلعبوا خلاص وما عندهمش اي ضغوط، فتلاقي بقى يعني ماتش صعب بقى وزامبيا بقى وبره ارضك، عادي جدا ممكن تلاقي نفسك اتعادلت. ساعتها بقى ممكن يبقى اخر ماتش في القاهره اللي هو الزمالك وكايزر تشيفز في القاهره، ده يبقى هو ساعتها ممكن الماتش المصيري. فالمهم يعني هتبقى دخلت نفسك في قصص وحوارات بقى، وتقعد تشوف النقط وفرق النقط وهتعمل ايه في زيسكو هناك. طب المصري ضمن الصعود، طب كايزر تشيفز مش عارف لما يلعب المصري الجوله اللي بعدها هيعملوا ايه مع بعض. طب هوبا الماتش الاخراني مع كايزر تشيفز لازم تكسب عشان تصعد. الموضوع هيخش معاك بقى في آلة حاسبة وحسابات وقصص، وهتدخل نفسك في حوارات مالكش فيها خالص يعني. عشان نعرف قد ايه ماتش كايزر تشيفز اللي كان في جنوب افريقيا اللي احنا كنا كاسبين فيه 1-0، وخلاص الماتش بيخلص ومحمد صبحي يعني الله يمسيه بالخير حط الكرة في نفسه، ما عرفش يمسك الكرة وضيع علينا نقطتين. ماتش زي ده كان هيفرق معانا دلوقتي جدا جدا جدا. المهم، فده يوضح لك ويبين لك قد ايه ماتش النهارده مهم وصعب. هو كده كده صعب لان فرقة المصري فرقة قوية وبتلعب في السويس، يعني يعتبر بره ارضك، والملعب النهارده هتلاقي فيه جمهور كبير جدا من الفريق المصري لان الماتش مباراة المصري. فكل ده بيبين لك ان الماتش قد ايه النهارده صعب جدا، وفي نفس الوقت مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله باذن الله نقدر ان احنا نكسب باذن الله ونحقق 3 نقط هيبقوا مهمين جدا جدا جدا. غيابات ماتش النهارده من صفحه الصحفي الزملكاوي المحترم عبد اللطيف فوزي على الفيسبوك.
غيابات الزمالك النهارده: محمود جهاد لسه بسبب الاصابه، ربيع لسه اصابه، احمد فتوح اصابه، محمد شحاته اصابه، عمر جابر. بصراحه غيابات كتير جدا. فتوح اصابه، شحاته اصابه، عمر جابر لسه اصابه، عمرو ناصر اصابه، بنتايج لسه عدم جاهزيه فنيه. محمود بنتايج الحمد لله شارك في التمرين مع الفريق اخيرا بعد حل مشكلته بتاعه المستحقات. ولاسباب فنيه سيف جعفر الحمد لله، يعني سيف جعفر يعني مستبعد لاسباب فنيه، لان بصراحه كفايه على سيف جعفر كده. ومحمد عواد لاسباب فنيه، يعني بسبب مشكلته بتاعت الماتش اللي فات انه ما رضاش يقعد على الدكه لمحمد صبحي والقصص والحوارات اللي حصلت، فتم استبعاده مره تانية بالرغم حتى من اعتذاره. فبالتالي بنسبه 99% هنشوف محمد صبحي هو الجول كيبر. دي كلها غيابات ماتش النهارده. بالنسبه لقائمه الماتش برضو من على صفحه عبد اللطيف فوزي صاحب الزملكاوي المحترم، فانت عندك في حراسه المرمى صبحي والمهدي سليمان والشناوي الحارس الناشئ. عندك خط الظهر احمد الخضري الباك الشمال اللي عمل ماتشات كويسه الفتره اللي فاتت، الونش حسام عبد المجيد محمد اسماعيل، السيد اسامه احمد مجدي مدافع والسيد اسامه مدافع، الاثنين مساكين ناشئين. وعندك ناحيه اليمين محمد ابراهيم وبارن اوشنج. نص الملعب عندك دونجا اللي راجع، محمد السيد، عبد الله السعيد اللي راجع اخيرا، محمد حمد لاعب الصغير، ايشو، احمد حمدي، ادم كايد اللي بيقدم مستويات كويسه الفتره الاخيره، احمد شريف، شيكو بنزا، خوان بتزيرا. وفي خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، وعدي الدباغ، مع استمرار غياب عمرو ناصر للاصابه. بالنسبه للتشكيل المتوقع لماتش النهارده، هو مش هيفرق كتير قوي عن تشكيل الماتشين اللي فاتوا، اذا كان ماتش بتروجيت في الدوري او ماتش المصري الجوله اللي فاتت. في حراسه المرمى هيبقى محمد صبحي بعد استبعاد عواد. بالنسبه للباك اليمين والباك الشمال بسبب غياب عمر جابر، وان مفيش غير حاليا محمد ابراهيم اللي هو بصراحه قدم ماتشات كويسه الفتره اللي فاتت. نعم هو خرج مصاب الماتش اللي فات، لكن هو لو جاهز بنسبه كبيره هو اللي هيلعب. ما اعتقدش ان معتمد جمال هيحط محمد اسماعيل باك يمين، لان هو محتاجه اعتقد في نص الملعب في وجود الغيابات الكبيره اللي موجوده. مش هيقدر يجازف ويلعب عبد الله السعيد وهو لسه راجع من الاصابه. مفيش غير دونجا ومحمد السيد. ممكن يعني هي يا اما محمد ابراهيم باك يمين تمام، يا اما ممكن هو يعمل ايه عشان يامن اكتر، يحط محمد اسماعيل باك يمين زي ما عمل في نهايه ماتش بتروجيت، وفي نص الملعب يبقى محمد السيد مع دونجا في نص الملعب. في الحاله دي كده كده طبعا الاثنين مساكين الونش وحسام عبد المجيد. والباك الشمال احتمال كبير يبقى ايشو، لان ايشو عامل ماتش كويس ماتش المصري اللي فات. الخضري هو اللي لعب ماتش بتروجيت، اعتقد ان ايشو هو اللي هيلعب ماتش النهارده، عنده خبرات شويه اكتر عن الخضري. يبقى كده انت بتتكلم في محمد صبحي، احمد خضري باك شمال، حسام عبد المجيد والونش اتنين مساكين، باك يمين محمد اسماعيل، اتنين نص ملعب دونجا ومحمد السيد، قدامهم ادم كايد اللي بيقدم مستويات كويسه قوي الفتره اللي فاتت وعامل ماتش بتروجيت ماتش رائع. اتمنى نشوف نسخه تانية من ادم كايد في ماتش بتروجيت، نتمنى نشوف نفس النسخه النهارده قدام مصر ان شاء الله. وهيبقى كده نص الملعب محمد السيد دونجا، وقدامهم مركز 10 ادم كايد. وينج يمين بنسبه كبيره جدا بنسبه 99% هيبقى بيتزيرا مفيش غيره. وينج شمال دي بقى اللي ممكن يبقى عليها كلام شويه. معتمد جمال هيبدا بمين؟ ممكن شيكو بنزا، لكن انا وجهه نظري لا، انت ممكن تبدا باحمد شريف افضل بكتير. احمد شريف لعيب كويس، بيعرف برضو يكمل في ال18، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يشوط. شيكو بنزا يا جماعه ماكينه ميس باص، ماكينه فقدان كرات، بيخسر الكوره كتير جدا. انت متخيلين ان شيكو بنزا نزل الماتش اللي فات في الدقيقه حاجه و60 تقريبا، يعني نزل بديل، ومع ذلك هو اكتر لاعب في الزمالك الماتش اللي فات خسر الكوره، برغم انه نازل بديل بيخسر الكوره كتير جدا. هو سريع وقوي وممكن يبقى عنده شويه مهاره، لكن قراراته بتبقى دايما وحشه جدا، حتى التنفيذ بيبقى دايما وحش جدا، ميس باص كتير جدا، تصويب برضو مش حلو قوي في التصويب. فهتلعبه اساسي هيخسر الكوره كتير جدا، بتبقى حاجه بصراحه مستفزه. لا احسن خليه على الدكه ينزل الشوط الثاني، يمكن تخطف جون تقفل وتلعب على المرتده، فهتحتاج وانت تلعب على المرتده الشوط الثاني. فلا احسن خليه على الدكه، ونبدا باحمد شريف وينج شمال. يبقى احمد شريف وينج شمال، بتزيرا وينج يمين، وادم كايد 10، وقدامهم
مين بقى قدامهم؟ هل عدي الدباغ ولا ناصر منسي؟ الاتنين عملوا ماتش كويس الماتش اللي فات. اتوقع عدي الدباغ، لكن اتمنى عدي الدباغ. طب ليش عدي الدباغ؟ عدي الدباغ في الاول بينزل بيعمل محطه كويسه، بيعرف يتحرك كويس، اي نعم هو الفيرج بتاعه مش حلو، لكن ليه ناصر منسي على الدكه؟ ناصر منسي بالنسبه لي ان هو ينزل من على الدكه في الدقيقه مثلا حاجه و60 70. دايما ناصر منسي لما بينزل من على الدكه دايما بيعمل فرق، وبنسبه كبيره دايما بيسجل في نهايه الماتش. فناصر منسي هو وجزيري يبقوا على الدكه. ما احبش خالص ان الجزيري هو اللي يبدا الماتش. الجزيري شبيه جدا بشيكو بنزا. الجزيري نفس القصه، قراراته بتبقى غلط. هو بيتحرك كويس لكن قراراته ساعات بتبقى غلط، بيقف على الكوره كتير جدا بطيء. لما بيقف على الكوره مش بيلعب بلمسه واحده، مش بينجز الكوره في كمحطه. بيخسر الكوره كتير جدا زي شيكو بنزا بالظبط. لكن لا، بالنسبه لي انا لا، ابدا بعوديه الدباغ احسن. لعيب بيعرف يعمل لك محطه، بيعرف يطلع بالكوره، بيعرف يباصي كويس، قراراته كويسه. يعيب عليه بس الفينش بتاعه، لكن هو مهاجم كويس ومحطه كويسه. اتمنى يبدا بعوديه الدباغ، وبعد كده بقى يبقى ينزل الشوط الثاني. عايز تنزل بقى بسيف الجزيري لو بتلعب على المرتده لانه سريع شويه. عايز تلعب بعد كده بناصر منسي، تلعب بمهاجم تاني لو محتاج تزود عشان مثلا تضغط وتسجل. فيبقى شيكو بنزا دكه، سيف الجزيري دكه، وناصر منسي دكه. تبدا تدخلهم الشوط الثاني لو انت محتاجهم. يبقى كده تشكيل مره تانية: محمد صبحي في حراسه المرمى، ايشو باك شمال، محمد اسماعيل باك يمين، الونش وحسام عبد المجيد اتنين مساكين. في نص الملعب محمد السيد ودونجا، و10 ادم كايد. ناحيه اليمين هيكون بتزيرا، ناحيه الشمال هيكون احمد شريف، والمهاجم الامامي هو عدي الدباغ. كل التوفيق للزمالك النهارده، ان شاء الله معتمد جمال يعمل ماتش كويس، تبقى قراراته كويسه في التغييرات. ان شاء الله الفريق النهارده يعمل ماتش كويس. وكوتالي اهم حاجه ان هم يقاتلوا، لان الماتش المهم جدا 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 في مسيره الزمالك خلال هذا الموسم. ان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نسجل ونخطف. دفاع الزمالك الى حد ما متماسك. اتمنى محمد صبحي النهارده يبقى فايق، ما يبقاش مرهوش زي كل مره. فرقه الماتش فرقه قويه جدا جدا. اتمنى ان احنا نحاول نقفل، ما نستقبلش اهداف، نحاول نخطف هدف، نحاول نستغل الكام فرصه اللي بيجونا كل ماتش، ما نضيعهمش. انفراد اللي يجي الدباغي يخلصه، انفراد يجي البتزيرا يخلصه، ما يحصلش زي الماتشات اللي فاتت. اتمنى نخطف ونقفل ونخطف الثلاث نقط، لانهم مهمين جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله نكسب، وكل التوفيق لنادي الزمالك.